والبارح في العاصمه ابيجان دارت القرعه ديال كاس افريقيا اللي غادا تنظم في كوت ديفوار، والمغرب هو اخر واحد عرفناه مع من غيطيح. وفاش بانوا النتائج كاين اللي قال صافي المغرب تاهل، وكاين اللي كيقول لا المغرب خاصو يهز لاكارد حيت في خطر. وهاد القرعه دارت بحضور بزاف ديال النجوم ديال الكره الافريقيه بحال ديدي دروغبا اولا اشرف حكيمي. مع من طاح المغرب علاش كيقولوا دغيا غنتاهلوا؟ واش الغياب ديال 12 لاعب اللي كانوا في الكوب دو موند واللي ما يكونوش في هذا الكوب دافريك غادي ياثر علينا؟ وشكون هما اللعابه اللي معول عليهم الركراكي؟ شنو نقاط القوه ونقاط الضعف اللي كاينين عند هاد الفراقي اللي طحنا معاهم؟ غادي نجاوبوا على هادشي كامل باذن الله. انا عزيز نوفل وهذه قناه المقاول. اللي خاص تعرفوه هو ان المغرب ديال هذه المسابقه ماشي كالمغرب ديال النسخ اللي فاتوا. كنهضروا على الدومي فيناليست ديال كاس العالم. المغرب غادي ينظم كاس افريقيا ديال 2025 اللي عام من مورا هادي. المغرب رابح بلد السامبا والسيليساو والبرازيل، يعني كل شيء باغي يلعب وكل شيء باغي يبين وكل شيء باغي يطيح المغرب. واش في راسكم ان المغرب مصنف عالميا من فوق الالمان؟ اييه في الكلاسمون د لا فيفا بالماكينه الالمانيه ديالهم، بالبايرن ميونخ، بالبوندسليغا، والمغرب فايتهم. ايوا سيادنا الالمان كلاسي 15، المغرب 13. اييه فايتين دول بحال الاوروغواي ولا كولومبيا. يعني كاع الفراقي اللي غيواجهونا باغيين يطلعوا في هذا الكلاسمون، وباش يطلعوا في هذا الكلاسمون خصهم يضربونا. وفاش كنهبطوا شويه في هذا الترتيب ديال لا فيفا في الرقم 20 كنلقاو الاسود ديال التيرانغا وحامل اللقب الافريقي السنغال. ودابا لا سولتي اي واحد على الورق شكون هما جوج فراقي فافوري باش يديو هاد المسابقه كيقولوا لك المغرب والسنغال. هادشي في الوراق، ولكن الوراق حاجه والواقع حاجه اخرى. داكشي علاش هاد الجروب اللي طحنا فيه خاصنا نهزو فيه لاكارد، حيت افريقيا علماتنا ورباتنا من الثمانينات ان ما كاين حتى شي حاجه سهله. والبارح الخميس 12 اكتوبر مع 9 الليل في العاصمه ديال ساحل العاج ابيجان تعطاو الجروبات ديال كاس افريقيا. شوفوا معايا الجروب ا كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا الاستوائيه وغينيا بيساو. الجروب بي مصر، غانا، كاب فير والموزمبيق. الجروب سي سينيغال، الكاميرون، غينيا وغامبيا. جروب دي الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا وانغولا. جروب او تونس، مالي، جنوب افريقيا وناميبيا. الجروب اف والاخر المغرب، الكونغو، زامبيا وطنزانيا. وغنحللوا هادشي. من الخاصيات ديال هاد لاكوب دافريك واللي غتعاون بزاف واللي ما عمرها كانت قبل هي ان غادي تكون التكنولوجيا ديال الفار وغتكون حاضره من دور المجموعات ماشي تتاهل. وعاوتاني الخاصيه الاخرى هي غيكون 24 منتخب. والخاصيه الاخرى هي ان غادي يدوزوا 4 ديال افضل فرق اللي تكلاصاو الثالثين. شحال هادي كان كيدوز الاول والثاني، دابا غياخذوا 4 ديال افضل الثالثين. داكشي علاش شحال ما جبنا من نقطه وشحال ما ربحتي من نقطه ما كيهمش، حيت هاد البطوله وهاد كاس افريقيا كتبدا من الدور الثاني. خاصنا نساو داكشي تقاطار، حيت كاين اللي كيجيب 9 ديال النقاط وكيربح 3 الماتشات وكيدوز للدور الثاني وكيتقصى، كيعطي الجهد في الاول ومن بعد كيعيا. وهنا فين خاص لي رومبلاسون دكه الاحتياط ديالنا تكون عامره، ما نطيحوش في الغلط اللي طحنا فيه في قطر. دابا كلشي كيقول هذه هي اسهل قرعه طاح فيها المغرب في التاريخ ديالو، حيت راكم عارفين من ديما وتابعنا النحس في القرعات. تذكروا معايا جوج ديال لي كوب دو موند الاخرين، اسبانيا، البرتغال وايران، والاخرى بلجيكا، كرواتيا وكندا. وشفنا فاش كنطيحوا مع الوحوش وكنديروا النيه كنطلعوا النيفو. يعني هذا الجروب الساهل اللي طحنا فيه راه يقدر يكون فخ وماشي ساهل كيف ما كتصوروا. غنشرح لكم علاش. ما تنساوش الماتش الاخر اللي لعبنا ضد بوركينا فاسو ربحنا ب1-0 بالزز. ما تنساوش الماتش اللي لعبنا ضد جنوب افريقيا وهادشي كامل من مورا كوب دو موند خسرنا فيه. ما تنساوش الماتش اللي لعبنا مع الكونغو وتعادلنا وكنا نقدروا نخسروا فيه. راه ربحنا البرازيل ولكن خسرنا مع جنوب افريقيا. افريقيا اخوتي راه ماشي هي كوب دو موند. داكشي علاش وليدات الركراكي ما خصهمش يطيحوا في الفخ ديال السهوله. وكيف ما قلت لكم كاع هاد الفراقي دابا باغيين يبينوا فاش غيلعبوا ضد المغرب، خاصهم يبينوا انهم قادرين يطيحوا هاد الدومي فيناليست اللي وصل لكاس العالم. ايوا سيادنا الجروب اللي طحنا فيه الار دي سي كونغو، الكونغو الديمقراطيه، مكلاسيين 64 عالميا في الفيفا وداو
غيروا هذه المسابقه جوج مرات اخي الكريم، في 1968 وفي 1974 حنا رديناها مره. واعلى كلاسمون وصلوا ليه في التاريخ ديالهم في لافيفا هو 28 فاش كانت سميتهم الزاير. الفرقه الاخرى هي زامبيا مكلاسيه 82 عالميا، وما خاصناش نهائيا نحقروا هذه الفرقه. باش تاهلوا لكاس افريقيا جاو هما الاولين في الجروب اش 13 نقطه، وقلعوا معايا على من تفوقوا على كوت ديفوار. هيا الاخوان فاتوا الكوت ديفوار وجاو من الاولين ديال الجروب، وما خاصناش نحقروهم عاوتاني حيت هما يلاه داو الكوب دو موند مع واحد المدرب اللي يلاه كان كيتريني بالمنتخب ديالنا. هيا ايرفي رونار عام 2012 خلقوا اكبر مفاجاه وداو كاس افريقيا، ووصلوا للدومي فينال 3 المرات 1982 1990 و 1996. يعني ما خصهمش يتحقروا. الفريق الثالث والاخير هو تنزانيا 122 في الكلاسمون فيفا، وهو اسهل فريق على الورق، او ثاني كنهضروا على الورق، ولكن ما عنده ما يخسر. فاش غيلعبوا معانا راهم رابحين كلشي. اللي دار بالنسبه ليه راه انجاز، وهذا المايند سيت وهذه العقليه هي اللي يدخلوا بها وليداتنا في قطر وداروا داك الانجاز. لا مشات تنزانيا دارت النيه غنوحلوا معاها. المغرب كان اسهل فريق على الورق في الجروب اللي طاح فيه في كوب دو موند ديال قطر، وشفتوا اشنو طرا. وهاد زامبيا وهاد تنزانيا هما نيت اللي معانا في المجموعه ديال تصفيات كاس العالم 2026، معانا في نفس الجروب في كاس افريقيا ومعانا في نفس الجروب ديال تصفيات كاس العالم، وغنلعبوا معاهم من هنا شهر شو على صدفه. ولكن كاينين بعض الامور والنقاط الايجابيه، هي ان الار دي سي كونغو ما شاركوش في النسخه اللي فاتت ديال كوب دافريك، ما كانوش كاع حاضرين. وزامبيا اللي داو في 2012 ما شاركوش 3 المرات، يلاه راجعين يعني داخلين نضه 20. دابا كنشوفوا ان 12 لاعب اللي كان مع المنتخب المغربي في قطر ما غيكونوش في كاس افريقيا، كاين اللي مبليسي كاين اللي ما جايش الى اخره. وهنايا فين وليد الركراكي غادي يخرج واحد ترسانه جديده. شفنا لعابه جداد اللي يلاه جايين ويلاه غيلعبوا مع المنتخب، ما كنهضرش على هادو، ولكن كنهضر على واحد اللعابه اللي غادي نحتاجو باش نوصلوا ان شاء الله الفينال. وعلاش لا نديوها؟ عرفتوا على من كنهضر ولا لا؟ لا ما كبارش باقيين صغار. كنهضر على المنتخب الاولمبي الزلزولي الصيباري الى اخره. هادوك اللي عندهم قل من 23 عام ولعبوا كاس افريقيا في المغرب وداوها وتولفوا على دوك الملاحم الافريقيه، حيت افريقيا ماشي هي كوب دو موند. يعني الركراكي غادي ميكسي واحد الخليط وواحد الكوكتيل مولوتوف في شكل غيجمع بين واحد المايند سيت وواحد العقليه ديال اللعابه وصلوا للدومي فينال كوب دو موند، وغيجيبهم وغيخلطهم مع واحد اللعابه اللي داو كاس افريقيا ديال قل من 23 عام وغيتجمعوا. وهنايا فين غادي نحتاجوا واحد الحاجه جد مهمه للمنتخب ديالنا، وكانت سبب كبير باش درنا داك الانجاز في قطر. عرفتوها ولا لا؟ انت وانتي وانتوما وانا وحنا. سير هي الجماهير الغفيره اللي خصها تهبط لكوت ديفوار. عندنا جاليه تما ولكن ما كافياش، خاص التيرانات ديال كوت ديفوار يتزعزعوا فاش يتعزف النشيد الوطني المغربي. انا متاكد ان غادي نشوفوا مغاربه بزاف غيتكبوا تما. انا متاكد ان الشركه الطيران ديالنا غيديروا داكشي اللي داروا في الكوت ديفوار فاش كانت ديك المباراه الجد المهمه اللي كانت غتاهلنا لكاس العالم دروسيا ضد الكوت ديفوار، فاش شفنا الغرائق المغاربه هبطوا وجبنا التاهل من العقر الدار ديالهم من 1986 وحنا كنتسناو. في نظركم واش غادي يجي الفرج 2023 او لا؟